ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده بقى هقول لكم وصفه كريم بالكركديه تحفه قوي. بصوا، الكركديه ده ليه فوائد تحفه، بيفتح اي حاجه، يعني بيفتح البشره اصلا جدا. يعني انتي اصلا حتى لو عندك كنكه مش نظيفه وغليتي فيها كركديه كذا مره، لونها هيفتحي جدا، لان هو فعلا مفعوله قوي قوي في التفتيح. النهارده هقول لكم وصفه كريم ليه تحفه، استخدميها كماسك، وهقول لك عليه شويه اضافات سحريه هتحول بشرتك دي. بس قبل ما ابدا في الفيديو، انزلي اشتركي في القناه ودوسي لايك عشان يوصلك كل جديد. الكركديه ده هعمل فيه ايه؟ هحط عليه شويه ميه واسيبه يغلي، عايزاه يبقى مركز، ماشي، لحد ما ينزل ميته ويبقى انا عايزاه مركز. حطيته على النار، بصوا ده الدرجه اللي انا عايزاها. طيب هبدأ بقى اعمل ايه على الخليط بتاعي، بس لما يهدى، مش هحطه هو سخن عشان مش يكلكع معايا. هبدأ انزل بالنشا عندي على الخليط ده، كل ده على البارد، يعني كل ده انا هقلبه وادوب النشا كويس قوي في الكركديه على البارد. بصوا لقيت نشا، هبدأ اقلب الخليط ده كويس قوي. وبعد كده هعمل ايه؟ هحط الخليط بتاعي ده على النار، على نار هاديه، وهقلب كويس قوي. عايزاه يبقى زي الكريم، يبقى كريم كده. وبعد كده هقول لكم دلوقتي هحطه على النار، وهقول لكم ايه الاضافات السحريه اللي هتزود تفتيحه. بصوا بعد ما حطيته على النار، بصوا ده القوام اللي انا عايزاه، توصلوا للقوام ده زي الكريم بالظبط كده، ماشي. طيب الخليط ده تحفه تحفه في التفتيح. عايزه تسيبيه لما يبرد. اولا هو هيتحط معاكي في التلاجة لمده 5 ايام، عايزه تحطيه زي كده في التلاجة لحد ما يبرد وتبداي تستخدميه مرتين في الاسبوع، تمام. طيب عايزين بقى نضيف له اضافات. ممكن نضيف له ايه؟ ميه ورد. ميه الورد لو انت عايزه تهدي بشرتك جدا وتديله ريحه حلوه، وده حلو جدا لو هتستخدميه بعد ازاله الشعر من الوش، تحفه. هتحطي بعد الخليط ما يبرد هنضيف معلقه ميه ورد كبيره ونحطه في التلاجة لحد ما يبقى ساقع. وبعد ما تشيلي الشعر من وشك، سواء بالفرشة او الشمع، هتبداي تحطيه على بشرتك، هيهدي البشرة ويفتحها جدا. طيب عايزة تفتحي البشرة، هتضيفي عليه بعد ما يبرد زيت جوز هند بكر او زيت لوز حلو، ده هيفتح البشرة ويديها ترطيب حلو جدا. طيب عايزة بقى للتجاعيد مع التفتيح، ممكن تحطي كبسولات فيتامين اي نقطتين على الخليط ده. بس اهم حاجة ان كل الاضافات دي بعد ما يبرد وتقدري تحفظيه في التلاجة، لازم تحفظيه في التلاجة لازم، وتطلعيه وهو ساقع تحطيه على بشرتك. يبقى عايزة تهدئة للبشرة مع التفتيح، هتحطي مية ورد، زيت جوز هند او زيت